السلام عليكم. في شارع هادي وسط حي راقي بيقف مبنى ملهوش تفسير. مبنى أول ما تبصله تحس إنك مش مرتاح، كأن في حاجة بتراقبك من جوه، وكأنه جدرانه مليانة أسرار. ناس بتعدي من قدامه بسرعة وناس بتتجنبه خالص، ومعظم اللي دخلوه مخرجوش منه زي ما كانوا. في ناس بتقول إنه مسكون، وناس بتقول إنه مكان للسحر وعبدة الشيطان، بس محدش عارف الحقيقة. اللي نعرفه إن كل حاجة حواليه غلط. في الحلقة دي هندخل مكان أسراره كتير، وهنحكي عن قصر اسمه لوحده كفاية إنه يرعب كتير من الناس. معاكم زياد السيد، والحلقة دي هنتكلم عن قصر البارون. لو أول مرة تشوفني انزل اشترك في القناة واخبط لايك عشان نشوف مع بعض قلب الحكاية. تعالوا نجيب الحكاية من أولها، من قبل ما القصر يتبني حتى. بطل حكاية النهاردة هو البارون إدوارد إمبان. اتولد سنة 1852 في بلجيكا، وهو مهندس ومؤسس مشاريع ضخمة، لدرجة إنه بذل مجهود كبير جدا لبناء مترو في مدينة باريس، وده اللي خلى الملك الفرنسي بنفسه يديله لقب البارون، واللقب ده معناه فارس أو شخص نبيل. وكان معروف عن البارون إدوارد إنه بيحب السفر جدا، وسافر لمعظم دول العالم. وفي رحلة من رحلاته وهو في الهند جاله مرض شديد جدا، والهنود وقتها اهتموا بيه وقدموا له الرعاية والعلاج الكافي لحد ما رجع لطبيعته، وده اللي خلاه يتعلق بالهند وبشعبها. وبعد ما قعد في الهند فترة قرر انه يسافر لبلد تانية، وجاه اختياره على مصر بسبب حضارتها وتاريخها. واول ما يوصل مصر يتعلق بيها ويحبها حب شديد، لدرجة انه قرر يستقر فيها، وكان موصي انه حتى لو مات في اي بلد تانية يدفن في ارض مصر. وبما انه هيستقر في مصر خلاص، قرر انه هيبني القصر اللي هيعيش فيه، واختار مدينة مصر الجديدة حاليا عشان يبني فيها قصره، عشان كانت عبارة عن هضبة مرتفعة. وقرر انه يبني قصره على الطراز الهندي كنوع من انواع الشكر للشعب الهندي على اللي عملوه معاه. وتم بناء قصره سنة 1911، وكان قصره عبارة عن تحفة معمارية، وكان كل اللي يشوف القصر بينبهر بتصميمه وبشكله وبحجمه. وكان جايب تحف من كل دول العالم، وفي برج في القصر مبني على تروس بطريقة معينة بتخليه يلف لفة كاملة في مكانه كل ساعة. يعني البارون وهو قاعد في قصره يقدر يشوف القاهرة كلها، ودي كانت حاجة عجيبة في وقتها. احنا بنتكلم عن سنة 1911، وكان في أوضة تحت القصر محاطة بالمرايات من كل جانب، والبارون كان منع تماما ان اي حد يقرب منها، وكان بيقعد فيها لوحده بالساعات. واكتشفنا بعد كده ان في نفق بيربط بين القصر وكنيسة البازيليك، وكان عايش البارون في القصر هو وعيلته من غير اي مشاكل، لحد ما جت اللحظة اللي غيرت كل حاجة. بنت البارون اللي اسمها آن اتعرفت على بنت صاحبه اللي اسمها سليفيا، وكانت سليفيا دي من عبدة الشيطان. وعطت آن هدية عبارة عن لوحة لصليب مقلوب، ومعروف ان رمز الصليب المقلوب يخص عبدة الشياطين. واخدت آن اللوحة وعلقتها في اوضتها، ومن وقتها وكله لاحظ تغيرات على آن في شخصيتها وشكلها وتعاملها معاهم. وكان من ضمن الحاجات اللي لاحظوها ان آن وسيليفيا واصحابهم كانوا بيتجمعوا في قبو القصر، وبالتحديد في الأوضة اللي البارون مانع أي حد إنه يقرب منها. وكانوا أول ما يدخلوا بيشغلوا أغاني بصوت عالي. وطبعا آن ما كانتش بتجمع صحابها في الأوضة دي إلا والبارون مسافر، وكانوا بيذبحوا الحيوانات والطيور وخصوصا الخفافيش جوه الأوضة. ومن الحاجات الغريبة اللي كانوا بيعملوها إنهم كانوا بيمسكوا الكتب الدينية ويقرأوها بالمتشقلب ويدوسوا عليها كمان، وتبدأ ساعتها الحاجات الغريبة تحصل واحدة ورا واحدة. بدأت حوادث القتل تزيد في القصر، والبداية كانت مع مرات البارون، كانت في القبو وركبت الأسانسير عشان تطلع لفوق، وفجأة الأسانسير يقف بيها وتموت جواه. وبعديها تيجي أخت البارون وهي واقفة في بلكونة أوضتها، فجأة تقع منها وتموت في ساعتها. وبعديها يموت 6 خادمات في قصر البارون كلهم ورا بعض وفي حوادث غريبة. وبعديها تيجي رئيسة الخدم اللي لقوها في أسانسير المطبخ اللي بيطلع الأكل من تحت لفوق، لقوها ميتة جوه الأسانسير وراسها مقطوعة. وبعديها لقوا أخو البارون
ميت في السرداب بطريقة غامضة وغريبة. والغريب في الموضوع ان كل ما حد يموت يدوروا على آن يلاقوها بتحاول تنتحر ويلحقوها وما تموتش، لحد ما بقى عندها 19 سنة وانتحرت ساعتها وماتت. وآن كان عندها أخت صغيرة كانت بتعاني من شلل الأطفال، ولما شافت أمها اتقتلت بطريقة غريبة زادت حالتها سوء، والبارون كان بيعاملها معاملة وحشة واتصابت بمرض نفسي غريب ومحدش من الدكاترة عرف يعالجها. والمرض اللي كان عندها كان بيخليها تقعد بالساعات بتعيط من غير أي سبب، وكانت بتصرخ صراخ هستيري، والعياط والصراخ ده ما كانش بيقف إلا لما تخش الأوضة اللي في السرداب. وأول ما تطلع من الأوضة كانت بتردد كلمات غريبة، كانت بتتكلم عن صديق وافي ليها جوه الأوضة. وبعد فترة قصيرة لقوا البنت مقتولة ومرمية جوه البير، ولما طلعوا جثتها كان منظر وشها يرعب، أكنها مرعوبة من حاجة شافتها قبل ما تموت. وبكده يبقى البارون عايش لوحده في القصر، وكان كل فترة يجيله نوبات صرع، وبعديها يسافر لبلجيكا عشان يتعالج هناك، لكنه توفى سنة 1922. وبعدها ياخدوا جثته من بلجيكا لمصر على حسب وصيته انه عايز يدفن هناك، وفعلا اتدفن في أرض مصر. ومن ساعتها والقصر بقى مهجور، حتى الحديقة اللي كانت مزروعة بنباتات من كل أنحاء العالم بقت عبارة عن خراب. وكل السكان اللي حوالين القصر بيأكدوا إنهم بيسمعوا أصوات من جوه القصر ويشوفوا أنوار طالعة منه، بالرغم إنه مقفول من سنين. ومن ضمن الحالات الغريبة اللي حصلت كانت سنة 1982، يعني بعد 60 سنة من وفاة البارون، بعد ما شافوا شهود عيان إن في دخان طالع من الأوضة الرئيسية للقصر، وبعديها اتنقل الدخان لأوضة البرج، وبعديها اتحول الدخان لنار كثيفة وبدأ القصر انه يتحرق. وبعديها الناس بلغت الشرطة انه القصر بيولع، وفجأة كل حاجة تختفي ويرجع القصر زي ما كان على وضعه الطبيعي، مفيش ولا نار ولا دخان. وهنا الناس كلها استغربت، ايه اللي احنا شفناه قدامنا ده؟ المشكلة انه مش شخص ولا اتنين اللي شافوا الواقعة دي، المدينة كلها شافتها، وناس كتير قالت انه اكيد القصر مسكون بالاشباح، خصوصا انه مليان حالات قتل غامضة. ومن ضمن الاشباح اللي متأكدين انها موجودة هو شبح مرات البارون، اللي قالوا انها قبل ما تموت كانت بتطلب المساعدة من البارون وانها مش عايزة تعيش في القصر، وطبعا البارون رفض. والغريب ان بعد موتها البارون ما دفنهاش في مدافن العيلة بتاعته، دفنها في الصحراء في مكان مجهول. وبرضه بيقولوا ان من ضمن الاشباح اللي بتتمشى في القصر هو شبح المصمم اللي صمم القصر نفسه. بيقولوا ان البارون بعد ما خلص القصر قتل المصمم عشان ما يصممش قصر تاني شبه قصر البارون. وطبعا كل الأسباب دي وحالات القتل بغض النظر عن الطقوس الشيطانية اللي كانت آن بتعملها، اللي هي طقوس عبدة الشيطان، كفيلة إنها تخلي القصر مسكون. طبعا ظهر كتير من القصص اللي صعب نحدد الحقيقي فيها من الخيال، وعدد كبير من الكتاب والمؤلفين ألفوا كتب عن الرعب الخاص بقصر البارون، ده غير الأفلام الوثائقية والفنية اللي أخدت قصة القصر، لدرجة ان قصة قصر البارون مش منتشرة في مصر والدول العربية بس، دي انتشرت في العالم كله. وتم اكتشاف ان في مجموعة من الناس بيتسللوا ويدخلوا القصر ويعملوا حفلات لعبادة الشيطان جوه القصر، وقدرت الشرطة انها تقبض عليهم. ومن بعدها وفرت الحكومة بالتعاون مع الهيئات الخاصة بالآثار حراسة مشددة للقصر. واخيرا سنة 2017 بدأ ترميم القصر بتكلفة وصلت ل100 مليون جنيه، وتم الافتتاح رسميا للجمهور سنة 2020، ويعتبر القصر دلوقتي من أهم المزارات السياحية. ودي كانت حكاية قصر البارون. لو وصلت معايا لحد هنا فأنا بشكرك، اثبت نفسك بلايك وكومنت، ولو لسه مشتركتش في القناة مستني ايه؟ انزل دلوقتي اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وانزل اكتبلي من وجهة نظرك، هل فعلا القصر مسكون ولا دي كلها مجرد اوهام؟ واستناني الجمعة الجاية بإذن الله في حلقة جديدة، وسلام يا أبطال.